مباراه تصنف انها اقوى مباريات دوري ابطال افريقيا الموسم ده، النادي الاهلي والجيش الملكي على ارض الجيش الملكي المغربي. وبالرغم من العته التحكيمي اللي كان موجود النهارده في اللقاء واللي اكيد هنرجع نتكلم عليه مره ثانيه، وكمان بالرغم من نفايات الازايز اللي كانت ماليه الملعب، ولكن اللقاء النهارده كان فيه حاجات كتير ينفع نتكلم فيها. ما تنساش في البدايه انا معاك اشرف المصري، وما تنساش تعمل لينا لايك، تعمل لنا اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس، وتصلي وتسلم على الرسول الكريم. لقاء ينقذه تريزيجيه بهدف يدينا نقطه علشان نتصدر بيه دوري المجموعات. وقبل لقاء الاهلي والجيش الملكي كان لعب يانج افريكانز مع شبيبه القبائل وانتهى اللقاء 0-0، وبالتالي يظل النادي الاهلي متصدر المجموعه ب4 نقاط، وايضا يانج افريكانز عنده 4 نقاط، ولكن فرق الاهداف لصالح النادي الاهلي. خلينا نروح في البدايه. تشكيله النهارده يستر كانت هي تشكيله اللقاءات اللي فاتت، مع تغيير بس محمد الشناوي اللي نزل مكانه النهارده مصطفى شوبير لانه كان مصاب من اللقاء اللي فات. اما الناحيه الثانيه مدرب الجيش الملكي سانتوس عمل تغيير في الناحيه الدفاعيه، هو نزول مندي مكان عبد الحميد علشان يزود فيه النواحي الدفاعيه. وكمان النهارده ما بداش برضا سليم، بدا بالفحلي ناحيه اليمين، وحضراف في قلب الملعب مكان اللاعب رقم 8 اوركان، وكمان بدا بمهاجم هو بوريجا. ولكن كان اخطر اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده في الفريق كان حمودان، وكمان كان مع الفحلي. خلينا عشان ما نطولش عليكم نحط بعض الحاجات اللي كانت موجوده في اللقاء النهارده قدامكم. فريق الجيش الملكي في الشوط الاول عمل 5 كرات خلف محمد هاني، يعني المدرب بتاعهم كان نازل محفظ اللعيبه ازاي يلعب خلف محمد هاني، لدرجه ان كل الهجمات في الشوط الاول كانت خلفه. وده طبعا حاول يتداركه يستر في الشوط الثاني، وقدر فعلا ان هو يعمله، وما اتعملش عليه غير كوره واحده بس في الشوط الثاني. ولكن خلينا نشوف مع بعض ال5 كور اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني غير كوره الهدف اللي علينا طبعا كلام كتير هنتكلم فيه. في الدقيقه 4 مساحه تتفضى خلف محمد هاني ينطلق فيها لاعب الجيش الملكي اللي بيروح انفراد، ولكن يلعب الكوره الباك باص، يحط الكوره اللي خلف، يسدد اللاعب المهاجم، تخبط في صديقه المهاجم، ثم تروح للاعب الجيش الملكي اللي مكمل على ال6 يارده يلعب الكوره بره بشكل غريب. نروح الكوره في الدقيقه 10 خلف محمد هاني للمره الثانيه، تتعمل عرضيه وتسديده في ايد مصطفى شوبير. الدقيقه 29 نفس اللعبه بنفس الشكل، عرضيه خلف محمد هاني وتتشال. وفي الدقيقه 31 يعني بعدها بدقيقه ونص تقريبا نفس اللعبه بنفس الشكل تتعمل خلف محمد هاني. كان واضح وباين قد ايه ان في مساحات موجوده، وقد ايه اشرف بن شرقي واليو ديانج بالاخص اللي عليه علامات كتير ما كانوش قادرين يغطوا مع محمد هاني ويشيلوا الزاويه دي، لحد ما تيجي الدقيقه 33 ضربه ركنيه تتلعب وتنزل ناحيه محمد هاني ويتعمل تسديده، وهاني بيديها ظهره، تروح الكوره في ايد اليو ديانج اللي ايده في الوضع الطبيعي خلف ظهره، ولكن الحكم بيحسب ضربه جزاء من وحي الخيال. بعد هرج ومرج تتلعب ضربه الجزاء وتيجي في القائم، ثم تترد للمهاجم اللي كان داخل جوه منطقه ال18. وهنا ممكن تقول لي لا يا عم ده هو جوه الدايره اللي على خط ال18. احب اقول لك ان الدائره دي في ضربه الجزاء هي جزء من منطقه الجزاء، وهنا اللاعب كان متقدم واستفاد من التقدم ده ولعب الكوره وسجلها هدف والحكم مش معانا. لكن السؤال هنا، هل النادي الاهلي في الشوط الاولاني كان سيء لدرجه ان هو يروح عليه 6 كور يتسجل منهم هدف؟ احب اقول لك يا صديقي عندنا 6 كور احنا كمان للنادي الاهلي في الشوط الاولاني، وبالرغم من كده الناس كلها طلعت قالت ان الاهلي ادى شوط اول سيء. في اول دقيقتين كان في عرضيه من اشرف بن شرقي وراسيه من تريزيجيه اللي كان يقدر يسجلها، ولكن وفي الدقيقه 5 عملنا ضغط وخدنا الكوره، وهنا زيزو عمل تسديده تيجي في القائم وتطلع بره، كنا ممكن نكون 1-0. في الدقيقه 12 الكوره مع اشرف بن شرقي اللي عمل ثرو حلو، ولكن ثرو بعيد عن محمد شريف، لو اتظبطت الكوره دي اكيد كان هيكون فيها انفراد لمحمد شريف. وفي الدقيقه 28 الكوره اللي اتكلمنا عليها قبل اللقاء، اضغط على اللاعب رقم 6 اقطع منه الكوره هتعمل انفراد. بالفعل مروان عطيه عمل ضغط عالي وقدر ان هو يقطع الكوره من نص الملعب بتاع فريق الجيش الملكي، وحط الكوره لمحمد شريف اللي كان لوحده على منطقه ال18، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله لعب الكوره بره. كوره واثنين كانوا ممكن يخلوك ان انت تكون متقدم بهدف واثنين قبل ما هم يسجلوا هدف. وبعد الهدف وبالاخص في الدقيقه 43 كان لنا ضربه ركنيه لعبها زيزو جوه ال6 يارده، اكتر من لاعب ولخبطه، وشريف يلمس وتريزيجيه يخبط وياسر ابراهيم يلعب، ولكن الكوره في النهايه تطلع بره، وكان هدف محقق 100% للنادي الاهلي. وفي الدقيقه 44 العرضيه الصحيحه الوحيده لمحمد هاني يعملها بشكل ممتاز جدا، وتنزل لمحمد شريف على رجله على ال6 يارده لوحده تماما يقدر يسجل منها، ولكن تاني لا حول ولا قوه الا بالله محمد يا شريف علشان يخلص الشوط الاولاني 1-0 للجيش الملكي. ولكن كل شيء يتغير الشوط الثاني والنادي الاهلي يكون افضل واحسن ويعمل هجمات اكتر. تقريبا الجيش الملكي في الشوط الثاني ملوش غير كورتين فقط لا غير، كوره في الدقيقه 54 وحاجه غريبه عجيبه بيعملها كوكا اللي ما كانش في يومه هو كمان، الراجل يبعته بالطريق البلوتوز ويعمل الكوره عرضيه، والمهاجم يطلع ما بين اليو ديانج اللي قلت لك سيء جدا جدا وما بين محمد هاني ولا حول ولا قوه الا بالله ويلعب الكوره، ولكن يا شاء الله انها تطلع بره. الكوره الثانيه والاخيره اللي كانت ليهم في الشوط الثاني كانت في الدقيقه 76 وكالعاده عرضيه من خلف محمد هاني، ولكن في النهايه تروح الكوره في ايد مصطفى شوبير. لكن احنا بدانا الشوط الثاني ضاغطين مستحوذين لاعبين بشكل افضل، وفي الدقيقه 53 فاول من ناحيه اليمين لزيزو يعملها بشكل فوق الممتاز لتريزيجيه على ال18،
18 تريزيجيه يعمل تسديده لولبيه عظيمه جميله ولكن تعدي جنب القائم. يعني هو تريزيجيه لو ما جابهاش في العارضه يعديها من جنبها، المهم ان احنا نحك فيها وخلاص. الراجل بتاعنا في الدقيقه 58 راح منزل طاهر ومطلع محمد شريف تغيير طبيعي ومعتاد لحد ما تيجي الدقيقه 66 عشان الراجل يشوف بعينه ان اليو ديانج لازم ما يكملش جوه اللقاء، ولا هو ولا كوكا. ولكن اليو ديانج بالاخص في الدقيقه 66 احنا طالعين بهجمه وبيلعب الكوره للجيش الملكي، هجمه مرتده ليهم سريعه كانوا ممكن يسجلوا منها. هنا اول توقف على طول الراجل راح مطلع كوكا وراح مطلع معاه اليو ديانج، نزل شكري وكمان نزل معاه محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان في اول لمسه في اول لعبه في اول كوره هاني حطها له في المساحه الفاضيه، راح على خط ال 18 ناحيه اليمين، عمل العرضيه لتريزيجيه اللي انا قلت لك قبل اللقاء. تريزيجيه هو اللي عليه الدور يدخل كمهاجم تاني ويقدر ان هو يسجل، وبالفعل تريزيجيه براسه على الستة يارده يحط دماغه شومه ونسجل التعادل علشان تنزل عداله السماء بعد دقيقه واحده من نزول محمد علي بن رمضان في الدقيقه 68. ثم ينزل امام عاشور في الدقيقه 80 واحنا كنا شايفين الجمهور بتاعهم عمال يرمي في ازايز وحاجات كتير جوه الملعب. وطبعا لو احنا عملنا حاجه زي كده فعندنا في مصر الدنيا كلها تتقلب، الكاف وافريقيا والصحف والدنيا كلها تقول ايه اللي بيحصل في مصر والهرج والمرج، ولكن ده يحصل بره عادي. بالرغم ان الجيش الملكي كان بيحاول ان هو يسيطر على الكوره ويستحوذ، الا ان احنا كان لينا 4 هجمات من الدقيقه 80 لنهايه اللقاء كنا ممكن نسجل من هجمه مرتده في الدقيقه 85. طاهر محمد طاهر في نص الملعب بيعمل ضغط عالي ناحيه اليمين ويقطع الكوره ويروح على المرمى، ومعاه 4 لعيبه من النادي الاهلي يحط الكوره لتريزيجيه اللي للاسف ما عرفش يتصرف فيها، فضاعت علينا هجمه وفرصه كانت محققه 100%. في الدقيقه برضه 88 طاهر للمره الثانيه ياخد الكوره من ناحيه اليمين وبدل ما يلمسها لزيزو حب يلمسها لنفسه، لو حطها لزيزو هنا كان هيكون انفراد 100%. وفي الدقيقه 94 ونص محمد شكري اللي نزل كبديل يعمل العرضيه الوحيده الصحيحه من ناحيه الشمال وللاسف يلعب الكوره بره، وده اللي اتكلمنا عليه قبل اللقاء. زيزو دايما هتلاقيه موجود ناحيه الشمال وناحيه اليمين، وبعض الاحيان هتلاقيه مهاجم تاني سواء كان هو او تريزيجيه، قلت لك هيكون منهم الخطوره وده اللي حصل. وفي الدقيقه 96 عملنا مرتده عظيمه جميله غريبه عجيبه بتضيع مننا واحنا كنا عدد اكتر وكنا قوه اكتر، وامام عاشور بيحطها بكعب رجله لتريزيجيه اللي بيلعب الكوره في الحيطه بشكل غريب جدا. ولكن في النهايه خلص اللقاء 1-1 برغم الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه النادي الاهلي. طبعا كابتن وائل جمعه قال حاجات كتير جدا جدا في الاستوديو التحليلي، وهاجم مقدم البرامج احمد فؤاد اللي كان موجود معاه لان الراجل كان بيحاول يبرر اللي مش متبرر. حتى يسترب بعد اللقاء قال يعني احنا كنا شايفين ان الكوره ما فيهاش ضربه جزاء وما فيش اي حاجه، ولكن هي دي الكوره ودي افريقيا واحنا لازم نستحمل اللي بيحصل، والحمد لله على النتيجه 1-1 والحمد لله على الصداره. ولو انت وصلت معايا في النهايه قول لي تحت ان انت وصلت للاخر، وما تنساش دايما الصلاه والسلام على رسول الكريم وتدعي لاخواتنا، وان شاء الله ان شاء الله بطوله افريقيا اهلاويه السنه دي.